يا عم توكل على الله من هنا يلا يا عم توكل على الله من هنا يلا يا عم توكل على الله. خلينا نصطبح على الصبح لسه ما اصطبحناش. انا بص هما 3 جنيه كمان يعني. بياع بيبيع سيديهات فيها مواد غير مناسبة، يا ترى هيكون رد فعل الناس ايه عليه؟ 5 بجنيه؟ هو مثلا فيهم ايه طيب؟ افلام، بس افلام مش هتلاقيها على النت زائد 18. طب انا ممكن يعني حضرتك اديك مثلا، يعني انا معاك بس مش هينفع ان انا اخدها. ليه؟ يعني انا تحت امرك بس مش هينفع ان انا اخدها. بس الحاجات دي على فكره سوقها ماشي اصلا. ايا كان يعني. بص هما 3 جنيه كمان يعني، غير اي حاجه يعني، غير السيديات. طب هقول لك على حاجه، بس هقول لك على حاجه، الحاجات دي هي اللي سوقها ماشي دلوقتي في الدنيا، صح؟ بس في حاجات ممكن تكون احسن من كده. اي نعم كلنا شباب والكلام ده كله، بس زي ما في حرام في حلال وفي كل حاجه. البائع الجائل ممكن يبيع الممنوع والمحرم بدون أي رقابة وفي أي مكان. علشان كده الدولة سخرت كل أدواتها وجهودها لمحاربة الظاهرة ديت.